سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم بيان هذا الحديث عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غسل يوم الجمعة: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه وهو في صحيح الألباني. في فضل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث من حيث الإسناد لا بأس به ولا مطعن فيه، لكن من حيث ترتب الثواب العظيم على ذلك قد يستغربه بعض الناس. ولكن يا أخي لا تستغرب فضل الله عز وجل، لا تستغرب. قد يكون العمل عملا قليلا وله ثواب كثير وفضل الله تعالى واسع. لكن ما معنى غسل واغتسل؟ معناها غسل بتنظيف الجسم، واغتسل يعني بالغ في ذلك أو اغتسل كغسل الجنابة. بكر وابتكر يعني بالغ في البكور. دنا من الإمام واضح، واستمع ولم يلغو أيضا واضح. فاحرص يا أخي على أن تغتسل يوم الجمعة، لأن غسل الجمعة واجب على كل بالغ. والدليل على وجوبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أخرجه السبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله، كلهم أخرجوه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تجدون أحدا أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ أجيبوا: لا. هل تجدون أحدا أنصح لعباد الله من رسول الله؟ لا. هل تجدون أحدا أفصح فيما يعبر به عما في نفسه من رسول الله؟ لا. كل الخلق لا يدانون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. هل تجدون أحدا أعلم بما يقول من رسول الله؟ أبدا. وقد قال: غسل الجمعة واجب، ثم علقه بوصف يقتضي الإلزام وهو البلوغ. قال: على كل محتلم. إنني أعتقد لو جاءت هذه العبارة في كتاب من كتب الفقه لكان الشارحون يقولون إن المؤلف يرى وجوب الغسل، فكيف وقد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.